السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال ان شاء الله. هنعمل مع بعض كبدة اسكندراني بطريقة بسيطة وسهلة وسريعة زي ما انتم متعودين مني، مكونات موجودة في كل بيت. طبعا اهلا بيكم في قناة لكل يوم مميز، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك دلوقتي ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت نضغط لايك عشان الفيديو ده يرفع، وانا عايزة القناة تكبر بيكم ان شاء الله. يلا بينا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. معايا هنا ربع كيلو كبدة، ومعايا بصلتين متوسطين، وحباية طماطم متوسطة، ومعايا قرن فلفل حامي، ومعايا البهارات بتاعتي ملح وكمون وفلفل وشطة، ومعايا برضو مكعب مرق، ومعايا هريسة شطة عشان انا عايزاها سبايسي وحراقة. هنا الكبدة انا قطعتها قطع صغيرة، هي كبدة شرايح بس انا قطعتها قطع صغيرة، وكان عندي حتة دهن وبشرت عليها 3 فصوص توم. هنا بقى الزيت سخن معايا، حطيت عليه الكبدة بس تنزل ميتها كده بالثوم وتاخد نكهة الثوم كده بحتة الدهن تتشوح حلو، وبعدين هنزل عليها بالبهارات على طول. تابعوا معايا الفيديو. يا ريت يا جماعة نصلي على النبي في الكومنتات، وطبعا لساننا يبقى معطر بذكر الله، لا اله الا الله والله اكبر. هنا بقى خلاص حطيت التوابل، هقلب بس تقلبتين كده والمية تنشف زي ما قلت لكم، وهنزل بالبصل على طول. تابعوا معايا بس، خليكم معايا اهو. هستنى بقى هقلب البصل كويس واستناه يدبل، وبعدين انزل عليه بالطماطم. هقلب الطماطم كويس قوي، وبرضو اسيبها تدبل خالص، وبعدين انزل عليها بالشطة. تابعوا معايا الفيديو كده. تمام خلاص بقى، انا كده خلاص، انا كده عملت كل حاجة. هغطي عليها، اقلب كويس قوي واغطي عليها واجيلكوا على بال ما تستوي. طبعا مفيش اسهل من كده. تعالوا بقى شوفوا قدمتها ازاي. انا جبت الطبق، قطعت فيه بقدونس، وبعدين فردته كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليه الكبدة، وحطيت بقى ايه ورقتين مع الوش كده، بقى شكله وطعمه خطير. كان سبايسي طبعا، حط عليها ريسة شطة وكان حاجة طبعا تحفة. يا ريت تجربوها بالطريقة اللي انا عملتها دلوقتي، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ويا ريت تكتبوا رايكم في التعليقات، وطبعا تفضلوا معانا زي كل فيديو. يا ريت يا جماعة نفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. هسيبكم بقى مع العظمة دي، واشوفكم بكرة على خير. مع السلامة.